والله ده احلى طاجن سمك، حلو جدا ومغذي والطعم تحفة. ده سمك المكاريل يا جماعة، ده حلو جدا وما شاء الله يعني كله فوايد. انا اخدته ونضفته وقطعته الجزل زي كده وعصرت عليه ليمون كتير جدا عشان بيبقى ليه ريحة زفارة. عندي جزراية كبيرة مبشورة، وعندي كمان توم مفروم، دول معلقتين كبار، وعندي جنزبيل فريش وفلفل رومي. والتوابل عندي ملح كمون وكزبرة ناعمة وشطة. وعندي بقى عصير ليمون، كتري في الليمون بقى على قد ما تقدري. السمك بيبقى طعمه حلو جدا لما بيبقى فيه ليمون كتير. هنحط بقى الجنزبيل والثوم والفلفل الرومي والتوابل كلها والملح. الملح على حسب الرغبة، وانتي بعد ما بتخلصي الخلطة بتشوفي لو محتاجة ملح بتزودي. الليمون حطيناه وضربناه مع بعض في الكبة وبقوا بالشكل ده. لو مفيش كبة ممكن في الهون بتاعنا القديم ده. تمام. الجزر بقى حطيته على الخلطة بتاعتنا، ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. ودي خلطة تحفة جدا للسمك بتاعنا، بجد ما شاء الله كان تحفة، والطعم كان روعة، والريحة كانت قلبة الدنيا. خلصنا بقى كده، نبدأ ان احنا بقى نحشي بقى السمك بتاعنا ونتبله كويس جدا. لازم تكوني منضفاه كويس قوي، وتكون يعني مفهوش ولا دم ولا خيط الدم اللي بيبقى موجود عند السلسلة بتاعة الشوك. دي لازم تكون متنضفة كويس جدا. عندي بقى طماطم انا قشرتها وهحطها في الكبة وهضربهم كويس جدا. اتنين بس كفاية صغيرين يعني كده. هاخد بقى من الخلطة بتاعتنا دي عشان كتير، وهحط الطماطم على باقي الخلطة ديت، ونظبط الملح كويس، ونحط برضو من التوابل اللي احنا حطيناها قبل كده، بس هنحط كمان بابريكا ومعلقة كبيرة من الزيت. عندي بقى خضار مقطعاه لشرايح، بس تكون الشرايح مش رفيعة قوي، بالذات البطاطس لازم تكون حجم وسط. وهقلب فيهم بقى التتبيلة، وهجيب طاجن وهدهنه دهنة بسيطة من الزيت. وهحط بقى كل الحاجة بتاعتنا. انا حطيت السمك بس بعد كده شلته، وحطيت بصل الاول في الارضية بتاعة الطاجن. وبعد كده هنحط بقى كل حاجة ونرتبها كويس زي ما نحب. ومش لازم طاجن، ممكن في اي صينية او في بايركس، حلو جدا، اي حاجة ان شاء الله تبقى حلوة. بس ان شاء الله لو جربتيه في الطاجن بيبقى حلو جدا بجد، طعمه تحفة جدا. هحط بقى كل الخضار بتاعنا، والتتبيلة لازم نحطها بقى، ما تسيبيش ولا اي حاجة من التتبيلة، بجد بتدي طعم واللون بيبقى حلو جدا بعد كده. بغطي الطاجن بقى بفويل او بالغطا بتاع الطاجن، ونحطه في درجة حرارة تكون 220، وبسيبه لغاية اما يستوي. وبعد كده بشيل الطاجن، بشيل الغطا بتاع الطاجن واسيبه ياخد بقى لون من الفرن. او لو حابة افتح عليه الشواية بيبقى معايا حلو جدا، واللون بيبقى تحفة بجد، هيعجبكم جدا. حاجة كده تشهي فعلا. قدمت معاه بقى سلطة خضراء ورز ابيض، وبالهنا والشفا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. اخد معايا في الفرن ساعة الا ربع، بجد الطعم تحفة، البطاطس دايبة والسمك تحفة، والصوص كمان كان جميل جدا. لو عجبك الفيديو ادعميني بلايك وبتعليق حتى لو بحرف، عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. وعلى اليوتيوب ياريت تشتركي في القناة وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، أتمنى تجربي الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله.